سلام أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم معايا من جديد. فيديو جديد، فيديو مختلف تماما عن الفيديوهات اللي كنقدم لكم في القناة. هل الفيديو هذا عبارة عن فلوج، جولة في ضريح محمد الخامس وصومعة حسان والمناطق بطبيعة الحال اللي مجاورة ليه. غادي نحاولوا اننا نكتشفوا هذه المعلومات التاريخيه، الناس اللي ما تعرفوهاش اللي ما ساكنينش في الرباط. غادي نحاول انني نوصل لكم فكره عليها باش الا جيتوا ان شاء الله للرباط تجيو ليها وتزوروها. وكذلك غادي نعطيكم معلومات اللي هي مفيده، معلومات حول هذه المعلمه التاريخيه، باش تاخذوا فكره. ما بغيتش ندير غير فلوق هكاك، يعني يكون عادي نوريكم الضريح ونوريكم الصومعه. لا، انا بغيت نعطيكم نبذه تاريخيه عن هاد جوج معلمات، بالاحرى جوج معلمات، لان الضريح وصومعه حسان جاو في بلاصه وحده وكيمثلوا واحد التراث لمدينه الرباط والمغرب بصفه عامه. نبداو اول حاجه بالضريح ديال محمد الخامس، اللي هو عباره عن مبنى تاريخي يقع مقابل صومعة حسان على ساحة يعقوب المنصور الموحدي. كيحتوي الضريح على قبور الملك الراحل جلالة المغفور له محمد الخامس وولديه الملك الحسن الثاني والأمير مولاي عبد الله. كيتميز هذا المبنى بالجوانب ديالو البيضاء والقمة ديالو الخضراء والأبواب ديالو والأعمدة ديالو ذات التحفة المعمارية. وكما كتشوفوا مقابل ضريح محمد الخامس كنوجدوا صومعة حسان، اللي هي عبارة عن واحد المعلمة تاريخية شيدت في عصر دولة الموحدين بناء على أمر يعقوب المنصور سنة 593 هجرية 1198 ميلادية. وتمت الإضافة ديالها كتراث عالمي من طرف منظمة اليونسكو سنة 1995. كانت كتعتبر من أكبر المساجد في عهد يعقوب المنصور الموحدي، وتعرض للاندثار بسبب الزلزال اللي ضرب مدينة الرباط سنة 1755 ميلادية. تعود التسمية ديال صومعة حسان إلى مسجد حسان، والذي يعد من أكبر المساجد في العالم العربي والإسلامي. وسمي المسجد باسم حسان نسبة إلى قبيلة بني حسان الذين كانوا يقطنون في الرباط آنذاك. أما الصومعة فهي التابعة لكل من صومعة الكتبية بمراكش وصومعة الخيرلاد في إشبيلية، وهي من أعظم الصومعات الدالة على فخامة المسجد وعظمته وتصميمه. تتميز صومعة حسان بشكلها المربع، حيث يصل طولها إلى 44 متر وعرضها إلى 2.5 متر. ويقال عنها كنسمعوا عليها واحد المقولة، أكيد أنكم غتكونوا سمعتوها، كيقولوا باللي صومعة حسان نصفها ذهب. بزاف الناس اللي كيسمعوا هاد المقولة هذه كيقولوا باللي راه فيها الذهب وفيها الكنوز وفيها بزاف ديال الحوايج. لا، يعني كيقصدوا بها نصفها ذهب، ان النصف ديالها اندثر، يعني تحطم بسبب الزلزال كما قلت لكم اللي ضرب مدينة الرباط. هذا هو المعنى ديال هذه المقولة هذه. مهم خليكم مع الفيديو، ما نطولش عليكم الهضره بزاف باش تمتعوا حتى نتوما بهاد المناظر هذه وبهاد المعلمه هذه اللي غايه في الروعه. وكما شفتوا هنايا كاين القبور ديال المغفور لهما جلالة الملك محمد الخامس والحسن الثاني رحمهما الله، والأمير مولاي عبد الله تغمدهما الله بواسع رحمته.
وسومعة حسن، واكتشفنا مع بعض شنو كاين. وحاولنا نعرفوا بعض المعلومات على هذه المعلمة هذه. غادي نمشيو دابا نشوفوا المشاريع اللي كاينه مقابله للضريح. يعني كاين مشاريع جديده ان شاء الله. كتعرفها العاصمه الرباط، اللي من بينها المسرح الكبير، اللي هو عبارة على مشروع كيهدف إلى جعل الرباط واحدة من كبريات العواصم الثقافية العالمية من حيث النمط المعماري والحجم والمرافق اللي خصصت لهذا المشروع. كتبلغ المساحة ديال هذا المشروع هذا 47 ألف متر مربع على ضفاف نهر أبي رقراق. مهم هذا المشروع صراحة. كما شفتوا بدات كتبان المعالم ديالو، يعني ان شاء الله قريب غادي يكمل، وان شاء الله غادي يكون واحد المبنى متميز في مدينة الرباط. كما قلت لكم الرباط كتعرف واحد النشاط كبير. كاين يعني بزاف ديال المشاريع كتبنى. كاين مشاريع اللي كملات. مهم الحمد لله بلادنا غدا في تقدم وفي ازدهار. نتمنى ان شاء الله مزيدا من التألق ومزيدا من الازدهار يا ربي. مهم خليكم مع هذا المنظر هذا. ما نطولش عليكم في الهضره بزاف. Come follow me to a secret place where only the moon can see. Beyond the shores, there is something more, just waiting for you and me. I see that you're yearning for something more. I feel the waves around me shaking me to my core. I can give you everything you need. We can live on the water. There's something right about tonight. I come alive inside your eyes. Come follow me to a secret place where only the moon can see. Beyond the shores, there is something more, just waiting for you and me. I see that you're yearning for something more. I feel the waves around me shaking me to my core. I can give you everything you need. We can live on the water. There's something right about tonight. I come alive inside your eyes. وإحنا الآن كنتواجدوا على ضفاف نهر أبي رقراق،
وما يمكن لياش ندوز يعني هذا النهر هذا وبلا ما نقول لكم عليه يعني معلومات. بالنسبة لهذا النهر كيتعتبر من بين أهم الأنهار بالمغرب، بحيث كيبلغ الطول ديالو 240 كيلومتر، وينبع من الأطلس المتوسط. يصب النهر في المحيط الأطلسي على مستوى مدينتي الرباط وسلا. يبلغ معدل الصبيب النهري لأبي رقراق 23 متر مكعبا في الثانية، وكان يسمى في عهد الرومان بتسمية نهر سلا، أي بمعنى النهر المالح. وبالنسبة للتسمية الحالية أبي رقراق أو بورقراق، فقد ظهرت انطلاقا من القرن الثالث عشر الميلادي، ويرجع المؤرخون بأن أصلها أمازيغي بمعنى الحصى. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. يعني كنتمنى انه يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا معايا بالمعلومات اللي قدمت لكم. نتمنى ان شاء الله تدعموني بالاشتراك في القناة وتبارطاجيو الفيديو ما امكن، باش الناس تاخد فكرة على يعني بعض المعالم اللي كاينين في مدينة الرباط اللي حاولت انني نوصلهم لكم. ما تنسوش دعموني بلايك وتعليق. ان شاء الله نتمنى انني نقدم لكم فيديوهات بحال هذا الفيديو هذا. الى عجبكم من طبيعة الحال نخليكم في امان الله مع فيديو جديد ان شاء الله. الى الملتقى، مع Come follow me to a secret place where only the moon can see. Beyond the shores, there is something more, just waiting for you and me. I see that you're yearning for something more. I feel the waves around me shaking me to my core. I can give to you everything you need. We can live on the water. There's something right about tonight. I come alive inside your eyes. Come follow me to a secret place where only the moon can see. Beyond the shores, there is something more, just waiting for you